طبعا هاي من قصص التكنولوجيا والحداثة، الحب عبر الانترنت وعبر وسائل التواصل. عندنا صديق تعرف له على يعني سيدة أو بنت محترمة، وصارت بيناتهم قصة حب ملتهبة. يعني يا معود على كيفك لا تندفع، يقول لك لا أنا يعني إذا يقولوا لي بفلان كتاب سماوي بفلان كذا أنه حرمنا عليك حب فلانة أطلع من ذاك الدين. بوي أنت ما شايفه بس بالصور والمدري شنو. لا قال لي بعد. المهم المسكين وقاعد شتيل مثل ما يقولون، زين، وصار بيناتهم مشروع اتفاق عبر الانترنت. طبعا تبادلوا الصور والحديث الشخصي، وواحد عرف الثاني تفاصيل الثاني بالكامل. وهذا المسكين بدأ يخطو خطوات على أساس خلص المسألة انتهت، انحسمت، اتفق هو وياها على الزواج. كان خلافات بينه وبين بالعائلة، راح طلق ومدري سوى. وطبعا هو مريش عنده فلوس، وبدأ يوزع على ولده، وبدأ يوزع على مدري منه، وبدأ كذا يهيئ نفسه الحياة الجديدة اللي راح يعيش فيها. وش حكي؟ لا ولا اتعس من هاي، اشترى فيلا يعني شيء خرافي، يعني جميلة، جمال، بناء، فخامة، والنوب قاعد يبني فيها وما أعرف إيش. هاي واقعية ترى، أنا مو أحكي لك يعني خيال يعني. ويانا هنا بالبالتوك يدخلوا هذه، بس ما أريد أقول اسمه طبعا، ولو بطل هو انقطع، أصيب بشبه لوثة عقلية. عليكم السلام. فاشترى في أحد الدول الأوروبية فيلا شيء مو طبيعي، بدأ يصرف عليها وبدأ كذا. طبعا أنا مريت في أحد الأيام يمه هناك، تدخل للصالة حاط صورها، مدز له صور وكذا، فمكبرها على طول الحياطين بغرفة النوم وبالصالة أقول لك بجنون، يعني حابة بجنون. زين، شيل الليف وحط الليف، فجأة شكو يابا. قالت له أنت تخونني. قول أخونك شو مسوي أنا أخونك؟ بعدنا لا متزوجين، لا متشافين، لا مدري شنو، لا شلون خنتيج؟ لا أبو أمير شلون يصير أقول منو هذا؟ بس أنا خلينا نحكي القصة ولنا فيها عبرة. أي يجوز تعرف أنت. المهم قالت له والله أنت تحكي ويا صديقتي، هي عرفتها على صديقتها، أنت تحكي ويا صديقتي وتغازلها وما أدري شنو وكذا. هلا أبو يوسف، هلا بالحبيب. والله أبو يوسف أنت يعني أشرف، يعني من بين أشرف الناس اللي عرفته بالله العظيم. سأل راقي يعني قليل أكو من عينتك، من هذا النموذج الإنساني الرائع بصراحة، وأنا مدان لك بالفضل يعني، وتظل دومك راعي الأولى والنعم منك. نرجع لسالفتنا يا عم، هاي سوالف مجرد. قلت لا أنت خنتني وانتهى الموضوع. الله يحفظك أبو يوسف. المهم عندنا صديق إنه ثالث، هذا مقطع السمكة وديلها بهاي السوالف مثل ما يقولون المصريين، حبيب من الدرجة الأولى.
عليكم السلام. احنا نصيح لأبو روميو من كثر قصص الحب اللي مر بها، يمكن حاب 500 مرة أكثر، الله أعلم. على كل، التقينا أنا وياه وأبو روميو. روميو، قلت له يا روميو أريد نستشيرك بهالموضوع، ترى فلان هيك القصة مالته، شنو يعني قرانا أنت هاي البنية شو تريد، يعني ليش هيك سويت، باوع عليه. قال لي يعني هاي راد لها روح على القاضي. شلون؟ قال له خلاص انت صرت اكسباير، فيلمك احترق انتهى، اجى غيرك، فغيرك اكيد عنده ميزات اللي ما موجودة عندك، هلا وعيني، فانطاك دفعة، طاك على الخاصرة وطلعك وهو حل محلك. ادري، قلت له يعني شو يريد يقدم لها هذا الرجال، يعني فلوس وكانية، ويعني سوى مجرد انه اتفق وياها وراح خرب الدنيا وفيلا ومدري شنو وكذا. بالتالي قال بابا انت ما تعرف النسوة، عقلهن مركب بطريقة ثانية، هذا الحكي يعني ما ياكل خلاص. احنا ما قلنا الرياجيل ما بيهم، اكو بيهم ألعن مليون مرة، بس قصد انه خلينا اصدقاء بالنتيجة النهائية. انا والله انقهرت كلش لسبب بسيط، انه يعني عاش ايام تعيسة، فلذلك قمت اقول دائما لعنة الله على هذه الوسائل اللي صنعونا اياها وخلوها وسائل، على الرغم من انه تقرب الناس كذا، ولكن في بعض من مقاطعها لعينة مؤذية، لانه يعني هذا انسان صادق بمعنى الكلمة، يعني فعلا اجى حب مثل ما يقولون من قلبه ورب، وتفاجأ هاي المفاجأة بهذا الشكل، يعني ما كان محاطة بحساباته على الإطلاق. ما عرفه أني شلون عرفته صادق، ما عرفه، هذا ملتهي دينه وربه، ما عنده غير الفلوس والشغل والعمل، وهاي هي ما له شغل، لا عنده شغلة بالنسوان، لا عنده شغلة بالمدري شنو، لا عنده كذا. نعم، لا والله بالعكس، أنا نصير المرأة مو ألومها، لكن أكو هيك عينات مثل ما أكو بالرجال أكو بالنساء، ف يعني لكن مع الأسف الإنسان المفروض يكون واقعي. ليش بعدين يعني فجأة ينصدم؟ شلون؟ يمكن صادقة همين بس هو أهملها. يا أهمل، أقول لك ميت على دينها، يقول لي أهملها، أقول لك ليل ونهار وصبح وعصر وظهر ما عنده شغل وعمل غيره، يومية. يعني كل ما خابر على التليفون دائما تليفونه مشغول، دائما تليفونه مشغول، لأنه شو اسمه. المهم يعني هذه حقيقة، يعني قصة واقعية بهالأيام هاي. فهاي الإنسان تدعو الإنسان أن يكون واقعي. هاي قصص مال ظاهر مال الانترنت والمدري شنو وهاي السوالف، إذا مو وجها لوجه، وإذا مو على أرض الواقع، مع ظاهر أنه شغلة بايقة هوا مثل ما يقولون. هذه أنا حكيت لكم إياها، وما أدري هي يمكن كان بدي أسولفها البارحة،
لأن الأخ العزيز دانيال هو اللي فتح هذا الموضوع، فكان من المفترض أن البارحة أتكلم به، بس البارحة أنا هواية تأخرت. شلون دكتور واللي هذا اللي بلا وحده ولما راح لقى هذا القمارة وانهزم. والله عاد هاي ما أدري، هاي ما القصة دب القمارة ما أدري. شلون ما تعرف دكتور؟ شلون هذا الحبهة ودز له الصور وهوسه، ولما راح بالمطار انهزم. يا سلام ايش تفتح لنا مواضيع أخرى يا أخوي. نبي صاحبنا هو الأولي. لا مو نفسي، لا غير. لا يعني نفس شاكلته. ها لا 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 لا, لا أبدا 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 سامي أبدا. أنا لازم أحكي الإلي والعلي. أنا طبعا اطلعت على جانب من علاقتهم، لا إلها علاقة بالمادة ولا تبحث عن مادة، وهي فعلا حبته بكل إخلاص، بس ما أدري شيء مشكلة. وين المشكلة ما أعرف. فجأة قلبت قلبه مال ما أدري شنو. ليش احنا اشكال هذا شات وهذا ملاعب. واذا قليتم فاستتروا. انت فضحتنا قدام الناس الحين. الله يسامحك. لا لا يا يوسف، والله يا ابو يوسف أبو يوسف تحبك. انا قمر شيء كان طبعا انت على المايك صاحبي واخوي. اوقف اقدر احكي فتح جاين. اولا الوها قال قصده الحب هو قمار. الوها هيك جاي يقول شلون؟ صباح الخير للي عنده صباح ومساء الخير للي عنده مساء. بالنسبة لألوها قال يعني الحب مثل القمار قصده. ألوها مو ألوها هيك قصدك. والشيء الثاني هو يستاهل. مو أنت قلت لقته يحكي ويا وحدة بعد شو تريد؟ أو تخليه يقعد يحسب فلوسه أحسن له من يقعد يحكي ويا اثنين. يقعد هناك يظل يحسب بفلوسه أحسن له. بعد شو تريد يسويها الرفاعي؟ اقول لك عيني شنو؟ مو هي شاطره ولكفته وهذه. هو راح قال هاي صديقتك هيجي وهيجي، وهي اللي جابتها وحطتها بنصهم وقال لها قال انا هيك كتبت ويا صاحبتك وهيك يعني مو فد شطاره لو هذا. ما يخاف. هو ليش قال لها غير خاف لا تروح توصل لها؟ شو تقول الرفاعي؟ قد يكون غباء. هو من خوفته قال خل اروح اعدلها السالفه، ما اعرف راح تطيش اسمه دفره. فهي سمارت البنيه. يعني انا باقتراحي بالقضيه يعني. رايك في القضيه يعني؟ هذا اقتراحي بالقضيه يعني، لانه هو خانها. بس شنو قال قبل ما تفتن علي صديقتها خل اروح انا افتن على نفسي. هي سمارت قالت يلا خل ادفعها. بس يعني ما ادري كم واحد يتفق وياه. شنو؟ خليني اسالك انت سيده، معقوله يكون الانتقام بهذا الشكل؟ لا شو تريد يعني اعرفها على صديقتي ويروح يحكي وياها؟ انا اسال. تنتقم. لا شنو تريد تنتظر؟ هاي اول كل شيء يريد يحرمها من صديقتها. هذا اول كل شيء سواه. يعني تعرف شنو؟ هو مو بس راح تخسره، بلكي هي متآمرة ويا صديقتها. بلكي هي متآمرة ويا صديقتها عليه. شاطرة إذا متآمرة ويا صديقتها شاطرة. ما يخالف شاطرة إذا متآمرة ويا صديقتها قالت خلها تجربه. شاطرة. لا تعرف أنا ايش قلت له أبو أمير؟ قلت له هذا فيلم يعني تريد تصرفك، فحركت صديقتها على مود عذر تكنسك من خلاله. شوف زين سوت. وهو ما كان قد الامتحان. شو تقولون؟ هذا اخذ اكس بالامتحان. يعني هسه ماكو متزوجين. لا هو ما يدري ان كيدهن عظيم. ان كيدهن عظيم. سوته مكيده يعني مكيده. يعني لا بس يعني هسه معقولة أختي قال أنت أستاذ أبو أمير والجماعة
يعني معقولة بالحياة العامة هسه ياما رجال وقعوا بالأخطاء، يعني نسوانهم تخلت عنهم وطردتهم لا ما ولا ما تخلت، أعرف إيش. ما تخلت طيب الرفاعي ما تخلت. أنا أجاوبك لأن هاي صار يمنا هواية. أقدر أكمل أنا أبو سعود بعدين أخذ الماي. ما تأوفى من أول مرة. الشيطان الصبح ياخذ منك دروس ويروح تعلمت الشيطان. هسه احنا الصبح يا انتم تعلموا دروس، خلينا نعطيكم دروس احسن. يقولون إذا المرأة غضبت من الرجل ولم تفعل شيء فتأكد بأن الشيطان يحاول إقناعها بأن تتراجع عما تفكر به. تصور يعني. اوكي هل احكي لكم شنو قلتوا انتم؟ قلتوا اذا الرجال يغلط تسامحه المرأة لو ما تسامحه. ايه كل الرجال غلطوا بحياتهم. وتعرف المجتمع مالتنا واهل وهذولا يعني اهل البنيه على طول يوقفون وياها لا ما يصير شكوا بيها وغلطت، وهي تقبل يعني مثل ما قابلتها بس مشيها مرة مشيها مرتين يوصل فتحات ما صار يتمشى الشيء. فبقى شيء من الاثنين، يا تعطيه دفعة عدلة وتخلص منه يا تسوي مثله وتقعد وياه وتصير حالها حاله. فالرجال شنو اللي يختار احسن له، الدفعة لو تصير حالها حاله؟ انا من اقتراحي تعطيه دفعة احسن لها، وانتو كيفكم كل واحد مثل ما يعجبه. اللي يسوي شيء لازم يتوقع حتى المقابله يسوي مثله، والا اكل دفعه وما ياكلها بامره. اي بس هي اذا سوت مثله هي تضر نفسها مو تضره. لا هاي افلام عربيه، هاي افلام عربيه تنتقم من نفسها. هاي افلام عربيه. فانتوا بعتوا شطارتكم بتعطي دفعه. نعم. هاي فافوان تفضل لك المثال. ممكن ادافع نفسي كرجال. اي تفضل فافوان ليش لا؟ انا دا اشوف القضيه يعني الرياجيل الليله هو ما هو له هدف مثل غزال بهالغرفه من خلال من النسوان، افكار النسوان على ليش والله هذا موضوعكم. تمام هذا موضوعكم. وانت تقولين يا اختي سكتي، لا ما ادري. هو فافون هاي بعد عايش فافون. دانيال اسمع حبيبي دانيال. فافون ما احبك ولا اقدر اسمع صوتك. حبتك حية ان شاء الله. زين حبتك حية اذا ما نفعت بيك والله العظيم لو انت قدامي الليله اخنق لك من رقبتك بديه. زين والله اريد اسوي ايش قد انا سلمت عليك ما احبك. انت حكيك مثل حكي عرعور. ما عندي حجه مثل عرعور. صدق شديد الى متى؟ يعني ما تكونون ناس طبيعيين. رب العالمين اعطاكم حياة حتى تتهنوا بيها. لا تكونوا جاهلين تحجون بالدين. زين تفجرون نفسكم وهالسوالف ما ادري شنو وبعدين. فافون اول شيء روح اعتذر من روزيتا وبعدين تعال. لا انا ما اعتذر من اي هاي شنو؟ تفضل. هذا خطيه. ليش طيرتوا؟ شو مسوي روزيتا؟ بس قولوا لنا. بس شو مسوي روزيتا؟ شو مسوي؟ ما يعني ما في اليوم قدامي فافون غلط او يعني شتم ابدا صراحه. هاي سفروزيتا هاي صدق؟ صار يومين. اوكي.
هذا مو خوش حكي. انت عايشه في اي منطقه كنت في بغداد؟ لهجتك كلش حلوه. يعني انا بصراويه، لا بغداد لا هاي. والله اللهجه بصراويه حلوه بصراويه. مالتك. شكرا يابا. في فولك هاي شلون المداخلة مالتك مو موفقة، واللهجة مالتها مبينة مو بغدادية. بالك حي على الصلاة تحكي انت هيانة واضحة يعني. شوية اي انا بغدادية قلت له بعيد من اي عن بغداد. منطقه، لانه يعني لا مو من يعني بغداد، بس اريد اتاكد يعني. بعيدة عن بغداد. شو حكي هاي؟ ابدا ما لها علاقة بالبغدادية، حتى البحة مالتها مو بغدادية يعني. بغداد ما يبحون هكذا. البصارة متعلمين عن رطوبة وما رطوبة وما اعرف ايش. في البحة يابا بصوت امير مخلص. سواها البحة بصراويه. قالوها منين؟ من البصره. قالوها لا تطلع قرايبي وما يتاخذوا، وقل لي منين؟ من البصره. هسه انت ما حكيتين، قلتي انا ردت رايي ورد هاي، طلعتي لنا هسه غير سالفه. يعني ننهي مو انطيتها الموضوع. رايي، مو انطيتها رايي، خلصت. ما شفت زين. اجا فافون وعلس هاي قصه. اي صح. طبعا اني حكيت هاي القصه من تعاطفي، ويعني لما اجد رجل يتعرض الى الذله بهذه الطريقه ودموع الرجل عزيزه واشوفه يصل حد البكاء، هذه لعنه. لانه حقيقه ما ادري ايش بيه هذا الرجال، يعني شيء غريب عجيب. انا اشوف هاي القصه بدون ما يشوف، بدون ما يقعد، بدون ما كذا، يوصل به الحب إلى والتعلق والهيام إلى هذه الدرجة اللعينة. فأني أقرأ له، خاف هو سهنا ويسمعنا، أقرأ له أقول له شبلها عيوني تعشق دون ما تشوف، وشجان تعلقت بالما أعرفه، غريب إحساس بيك تولعت ليش، شعور بداخلي ما بي وصفه، القلب يهواك، القلب يهواك عاشق حد الخيال، بس عقلي عنيد يقول لي صرفه، ودخت ما بين عقلي وقلبي محتار، شيقا على القلب والعقل ما يصفى، أحلامي بريئة وجنهن أطفال، على ذراع الخيال شلون تخفى. إيه هي أبو سمرة يراد لها هالشكل، صرفة ودفرات. والله البني آدم مرات ترى من يكون صادق ويعني ممكن يوقع بالخطأ. ولو الأخت قال أنت يعني أنطت حكم جدا قاسي، لكن لو شفتيه بتصرفاته مثل الطفل راح تحكمين بأنه المقابل يجب عليه لما يلقي إنسان بهذه النقاوة من الحب. هو سؤال أقول لك على حد ما أنا اطلعت هم اثنينهم كانوا يتبادلون نفس المشاعر بقوة بجنون، مو بعقل. لا وأكثر من هذا، أكثر من هذا أريد أقول لك فد شغلة أو أقول لك فد شغلة. كان يخاف عليها من أي تصرف ممكن يكون به نوع من الطيش، لأنه جاني مرة هي أكيد عندها ظروف في أهلها وكذا وهذه، فقال لي تريد تترك بيت أهلها تجيني. فقلت له يعني ضميرك يقبل؟ يعني شلون تقبل أنه يعني هاي راح تظل في حال عداء وكراهية بينها وبين أهلها مدى الحياة؟ فوالله أنا شفت تعامل بنقاء، بس مشكلته أنه راح زايد أكثر من اللزوم، وفعلا حب صدق وبجنون أقول لك يا بجنون. نعم. أعكس الوضع، شو يكون موقف الرجل والمرأة فعلتها سامحها؟ والله ما أدري، أنا ما عندي حل، أنا بس مقهور على الرجل.
حاولت أنا أتكلم مع المحترمة، لكن ما أعرف قد يكون أيضا عندها ظروف لكن ما مقتنع بالعذر، ما لأنه والله حكى صديقتها ما أدري شنو وكذا، كلام فاضي هذا. لأن الرجل صادق بمعنى الكلمة، وقدم تضحيات يعني رتب حياته بطريقة بحيث أنه فعلا يعني كان بكل صدق. بس ما أدري طبعا، بس مو أكو ظروف، احنا أخوة مو كل شيء نحكيه، أكو ظروف مو من طرفها، من طرفها هي طلبت التأجيل وأخر الموضوع وما أعرف إيش وكذا، وهو استجاب قبل. لكن هو يمكن ما أدري، أنا من الحكي والحديث وحاضر بيناتهم مرة يعني تجاذب أطراف الحديث، قعدنا بغرفة واحدة، غرفة وهمية طبعا عنت، يعني أشوف اللي بينهم ما موجود حتى قيس وليلى وعنتر وعبلة، حب مو طبيعي يعني بشكل جنوني. ما أدري، ما أقدر أقول، قد يكون هي كانت تضحك على نفسها أو كانت مقتنعة أنه هذا مجرد تمضية وقت. ما أعرف أنا، جزء أمور أخرى أنا ما مطلع عليها ما أعرفها، لكن اللي أعرفه ومتأكد منه أن الرجل هو نفسه صادق بمعنى الكلمة ومجنون، يعني المفروض أنه مو هالشكل يعني. فهذا الشيء اللي قهرني عليه يعني. صديقته يعني غزل أو كذا، أنت حلوة، أنت ما أدري شلون، يعني هيك شيء يعني على ما يبدو يعني. أنا كلش ما انقهرت عليه، لأن هو هذا الحب كله الحبة إلها، يروح يقعد يا صديقتها، يعني هذا يا حب وجاي يحكي عليه. بس قل لي لا أنا ما أريد أعطيك هانها يم صديقتها. لا بس أريد فد ملاحظة حتى لا نتجنى على الرجل. هو ما يعرف صديقته، هي اللي جابتها وعرفتها عليه وتدخلهم بيناتهم وتحكي له صديقتها كل ما يدور بينها وبينه، فهي اللي يعني حطتها بطريقة بهذا الشكل يعني. شوف لازم نوديه مع أبو سمرة حتى يضربه بوكس. شوف أبو سمرة ما يقبل هيك سوالف. أبو سمرة الرجال حاسم أمره. أنا ردت أوصل فد رسالة للجميع، يعني جميع الأصدقاء، أقول لا رجل ولا مرأة لا تندفعون بمسألة الحب والارتباط والعلاقة بالإنترنت لهذه الدرجة، يعني لأنه على أرض الواقع واحد كذا ممكن تتذلل الأمور. والله ممكن، بس أنا كنت أعرف أن كل هاي التجارب اللي مرت يعني طريق مواقع التواصل وغيرها انتهت بأمور جيدة، قسم كبير منها فعلا أبو أمير، فعلا أنا أقدر أوصل. لأن بس أقول لك شيء واحد، يعني الرجال مو من دول الناس اللي جايين يردون يلعبون ويقضون وقت وهالمسائل هاي، لأنه غني وأموال وشغلات شنال عيني، يعني السياسي ما عنده قلب، ما عنده مشاعر، مو بني آدم. شكو بيها إذا حكينا عن تجارب شفناها وسمعنا بيها، يعني ليش هالشكل يعني؟ ما أدري والله. ومعقولة يعني هيك كلمة تستخدمها أو فايل كلاوات؟ على الأقل انتقد بأدب. أقول دكتور رفاعي، ما نصحتوا للرجال هذا إنه يا بها الرومانتيكيات الزايدة مالتك يعني كلش والله دائما غشمة يعني غشيم دائما. بس ما أعرف ليش. لو أنا محل أخذهم اثنين نعم إذا حق 4 هو شنو رجال مسلم هو غير
طبعا. مو دا اقول لك انا اأيدك اللي قلته قبل شويه. قلت حضرتك قلت انه هذا قد يكون اثنينهن متفقات على انه يريد تخلص منه. يجوز لان شافته فعلا جاد ووصل الى مرحله الجديه الى هالدرجه، فيمكن يعني سووا هالتمثيليه حتى تخلص منه، لان هي جزء اصلا ما كانت جاده، يعني تقضيه وقت او كذا ما ادري. انا اقول هي كانت جاده من حكيك وحاكيه لصديقتها، وصديقتها قالت لها يا معوده كله كذب هاي الصايره، قالت لها واسوي لك بروف، ومسويت لها بروف. قالت لها لو احكي وياه يوم واحد هذا الجاي تقولين عليه يموت عليك راح اخليه ينساك بالدقيقه بحكايتين. ممكن شفت؟ ممكن. وهي ثبتت صاحبتها الصحيح. ليش انا يجوز اقول مو هالشكل، انا اقول العب. نعم. انا اقول برايي، اقول يمكن هي ما كانت من البدايه حاطه على بالها ان تتطور الامور الى هذا الشكل، وانه هذا فعلا صادق وانه كذا، ويمكن رادت اجمال تمضيه وقت، لكن من مشت الامور ومشت ووصلت لهذه الجديه، والرجل فعلا يعني بدا يقدم ادله وبراهين على انه هو يعني، ويمكن هي اندفعت وياه ورادت اكثر من مره، يعني رادت اكثر من مره انه مثل تترك اهلها وتجي وكذا، وهو ما قبل، يعني من محبته لها انه رفض يخليها تتورط بالشغله ويريد الامور تمشي. اقول له زين انت شو تريد العقد؟ يقول لا انا اريدها بشكل رسمي وطبيعي وما اعرف ايش وكذا. يعني بالتاكيد يعني هو تفكيره صح، ولكن الظاهر انه يعني الظاهر انه هذه البنية او هذه الاخت على ما يبدو من انقلبت الى هذه الجدية لقيت نفسها دايسة زايد، فرادت تهرب تنهزم من هذا الموضوع. بس هي تروح هو ما مو تكلم عنها حمداني، الموضوع مو تكلم عنه. يعني مثلا اني صديقة مو صديق يعني مال بالتوك وانترنت ومدري شنو، لا يعني احنا مثلا من الطفولة، يعني مثلا انا كل يعني ما كل اموري بحياتي كذا هذه هو يعرفها، وانا اعرف كل شيء بحياته، فمو قصة يحكي لنا او كذا. لكن انا ردت اقنعه، فاخذته الى شخص عندنا شلون ابو سمرة شهير بالغراميات، فاخذته على هذا الشخص. هذا الشخص خبير يعني هاي الصراحة، ردت يسمع منه، هو صح ينصدم بس على مود حتى يقتنع. فقال له بابا انت قاعد تحكي هاي، اما انه ابدا مو جاده، لقيت نفسها متورطه وتريد تنهزم، تريد تهرب من هالورطه، او انه اكسباير، صرت انت اكسباير واكو من حل محلك وطردك طاق دفره وانتهى الموضوع. وانا اميل للرأيين ربما هن صح. عموما هاي الحياة نشوف فيها كل شيء يا اخي. هاي هم زين خلصت منه قبل ما تصير علاقة اكثر، وهذا عنت وبس. ما دام هذا بدأ بالخيانة وهو بعد عنت، يا سكار اغسل يديك منه. بالعكس ستي لانت اللي قال الدكتور جازية متفقة لما شافت صارت الوضع صحيح وجديات. عمي رادت تبتعد. اسمحي لي خلنا اكمل. دزت صديقتها بالسبيل تلقى لها حجة وتنهزم. ليش لما رادت تجي له رفضها، قالها ما تجيني إلا بالرسمي. معناته هو صادق الرجل وهي لعوبة. انتبه شوية. اتفقت وياك بس هو لما يحبها هالقد شلون بعد عنت وخانها؟ بس قلي مو خانها بابا، ما خانها، يعني شنو حكى وصديقتها اللي هي
هو يشوف الثاني هو اصلا يم حتى هو ما شايف صديقتها خانها شنو هي دزتها سلم عليها وراح قال لها ترى صاحبتش قاعد تكتب وياي تقرا وياي خلاص هي هاي تريدها لا هي هاي تريدها على مود تنهزم شلون لفلفها القصه شوف داني شلون لفلفها القصه مو هذا اللي نسمع مو انت ما تخلين واحد يوصل لك الكلام وتاخذيه بكيفك لا عزيزتي انت سمعت الدكتور ايش قال ما تخليني مو بكيفك انت سمعت الدكتور انت سمعت يا صديقي الرجل اللي انا اعرفه عجيب اعرفه صادق عجيب الدكتور خلف اعيدها مره ثانيه انت مو قلت هي راحت صديقتها عليها ما علينا لو هي دزتها لو لا اتحاكت وهو جاوبها وبعدين رجع هو قال لها يعني صحيح. هو اخذ وانطى وياها بالحكي يعني عجبته السالفه تفهم العدد داني لا تفهم الداني انا الرجال ما ناكر يقول انا قلت له انت حلوه وانت ما ادري شنو وانت كذا يعني هو يجوز عشان يجاملها يجوز كذا ما ادري او يجوز داس وياها بالبيان اكثر من اللزوم جرته ما اعرف هاي هاداني ما قدرت هاداني ما اعرف يعني يلا مره ثانيه اسمع عدل هي دزت صاحبتها دخل يروح يا معود دخل يروح يا معود ذا مو ابو سمره اول ما يلزم الحلوه مالتين يقتلها كتله كسر عظامها من نعيفها تقول هو هذا زلمتهم تظل تركض ورايه هذا شنو من حب جاي يبكي وانا احب يطلع ابو سمره يوميا وحده داقتك بالبرايفت ابو سمره خافت يوميا وحده داقتك بالبرايفت وجاي تقول عادي ابو سمره عنده الحلوه مالتها ابو سمره عنده يلزم بريك وعلى البق ويغير التجارة